في مقابلة مع قناة الرياضية، نفى المدرب الوطني وليد الركراكي جميع الشائعات التي تربط بينه وبين اللاعب إبراهيم دياز، خاصة تلك التي تشير إلى سفره إلى إسبانيا لعقد اجتماع مع نجم ريال مدريد. وأكد الناخب الوطني أن جميع الأخبار التي تتحدث عن سفره للقاء دياز لا أساس لها من الصحة، وأن سفرياته تتمتع بالسرية والمهنية. وأشار الركراكي إلى أنه يحترم حرية اختيار اللاعبين للمنتخبات التي يرغبون في تمثيلها. تحدثت عدة تقارير عن إمكانية مجاورة المصري محمد صلاح للمغربي أشرف حكيمي في فريق واحد. تواصل وسائل الإعلام التكهن بملامح المشروع الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان في ظل الضجة المثارة حول الرحيل الوشيك لكيليان مبابي نجم الفريق. وأجمعت تقارير صحفية أن الإدارة الباريسية بصدد استثمار الأموال التي يوفرها رحيل مبابي في بناء مشروع جديد يرتكز على 3 صفقات: جناح سريع بديل مبابي، ولاعب وسط دفاعي، وصانع ألعاب. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ليكيب قائمة من الأسماء المرشحة تتضمن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر. وأضافت أن الأولوية لدى الإدارة الباريسية لدعم الهجوم ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي. وأكدت تقارير أخرى أن باريس مستعد لدفع 130 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، وأيضاً 175 مليون يورو لكسر عقد لياو مع ميلان. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم السبت عن خوض المنتخب الوطني لمباراتين وديتين شهر مارس القادم استعداداً للاستحقاقات المقبلة كالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس إفريقيا 2025 بالمملكة. ووفق بلاغ الجامعة الرسمي، فإن المنتخب المغربي سيواجه كل من أنغولا في 22 من شهر مارس القادم، وموريتانيا يوم 26 من الشهر نفسه. وتابعت أن المباراتين ستقامان في ملعب أدرار بأكادير في ظهوره هو الأول لأسود الأطلس بعد خيبة كأس إفريقيا 2023 بساحل العاج. وكانت تقارير صحفية قد أوردت رغبة أوروغواي في مواجهة المغرب ودياً. يبدو أن الجامعة بمعية الناخب الوطني تفضل خوض مباريات مع منتخبات إفريقية بهدف التحضير استخلاصاً للدروس التي استقاؤها من النسخة الماضية للألكان. في الوقت الذي يعتزم فيه الناخب الوطني وليد الركراكي مفاوضة عدد من اللاعبين المحترفين في أندية أوروبية من أجل استقطابهم إلى المنتخب المغربي، خرج اللاعب إلياس أخوماش ليسهل مهمة المدرب. جناح نادي فياريال الإسباني الذي كان ضمن الأسماء التي يرغب الركراكي في التفاوض معها لحمل قميص المنتخب، عبر عن فخره بتمثيل بلده الأم المغرب. وكشف أخوماش في تصريح لوسائل إعلام إسبانية أنه كان يعرف جيداً أنه سيختار المغرب، وأن الجميع ممن حوله كانوا يعلمون ذلك، مؤكداً أن جذوره وثقافته من المغرب، وبالتالي فإن الأمر لم يكن صعباً بالنسبة إليه. وفي خطوة من شأنها تسهيل مهمة الركراكي الذي يحاول استقطاب أخوماش إلى عرين الأسود، عبر اللاعب السابق لنادي برشلونة عن رغبته في اللعب في الفريق الأول ومجاورة اللاعبين الحاليين. وقال أخوماش في هذا الصدد: أكيد هدفي اللعب في الفريق الأول ومع اللاعبين الرائعين الموجودين حالياً في المغرب، لكن عليك أن تكون الأفضل في مركزك حتى تتمكن من الذهاب إلى الفريق الأول، وأنا سأواصل العمل بأقصى ما أستطيع حتى أكون مستعداً عندما تسنح لي الفرصة للعب. ويبقى قرار التحاق أخوماش بالفريق الأول بيد مدرب المنتخب الأولمبي عصام الشرعي، الذي يعول بدوره على النجم المغربي لخوض معسكر تدريبي مغلق بمدينة أنطاليا التركية ما بين 18 و 26 مارس المقبل، استعداداً للمشاركة في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا الصيف القادم.